الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وكل سنه وكلكم طيبين. من مشتريات العيد الفيديو اللي فات. استني قبل ما نخش في الفيديو على طول، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تنزلي دلوقتي حالا تعملي اشتراك بالمربع الاحمر الموجود تحت الفيديو، وتكتبي كومنت حلو شبه قلبك، ويلا بينا نبتدي على طول عشان المقدمه ما تبقاش معانا طويله. فيديو المشتريات بتاعه العيد الفيديو اللي احنا جبنا فيه حاجات من سوستور، كلها كانت حاجات على قد الايد وسعرها رخيص جدا. كان في المجموعه دي انا مش عارفه ازاي ما كلمتكوش عنها، انا بستخدمها دلوقتي حرفيا واكلاها. هقول لكم كل حاجه عنها، بس عايزه الفت نظركم ان هي سعرها 20 جنيه، يعني القلم ب 20 جنيه. تقدري تستعمليه كروج وكمان تقدري تستعمليه كتحديد للشفايف. تعالي اوريكي دلوقتي انا استعملته ازاي، واوريكي كمان درجاته والوانه. كمان ابهرك واقول لك ان دي براند جولدن روز. جولدن روز دي براند اوريجينال يا بنات، ولا كوبي ولا صيني. البراند بتاعت جولدن روز بنات كتير قوي تعرفها، وجبنا منها حاجات كتير. ايه عن سوستور المجموعه كامله، المجموعه عباره عن 12 لون. المهم بقى في ال 12 لون ان هم الالوان الترندي الشيك جدا. بصوا الالوان او الوان لوها المفضله. ال 12 لون اللي موجودين في الباكت الوان ترندي جدا، حلوه قوي، شيك جدا. هوريكي دلوقتي وهنجربهم كلهم مع بعض. الباكت كامله جايباها من عند سوستور. اقول لكم القلم سعره 20 جنيه، او والله زي ما بقول لك كده 20 جنيه. عارفين بتبقى غريبه قوي لما نلاقوا ان لسه في حاجه ممكن يكون سعرها رخيص، او ان انا 20 جنيه اقدر اجيب بيها حاجه، وبالذات الحاجه دي لو كانت كويسه. مش جبت بيها حاجه والحاجه دي مش كويسه. جبت مجموعه الاقلام دي كلها من عند سوستور، سعر القلم 20 جنيه. بقول لكم كمان يا بنات ان هو مكتوب عليه ميدن تركي، يعني هو تركي. تعالوا كده نجرب واوريكم السواتشات بتاعته. بصوا القلم ده تقدري تستعمليه كتحديد عادي جدا، وكمان تقدري تستعمليه كروج. لك سواتش سريع للدرجات، وبعدين اوريكي وانا بحطه على شفايفي. دي درجه ثانيه، ولا اشوف الارقام وانا بجربها. دي درجه انا واكلاها، بصوا انا حرفيا واكلاها. دي درجه انا حطيتها كتير جدا، تقريبا طول فتره العيد ما كنتش بحط غيره. وهقول لكم كمان قعد معايا قد ايه، يعني انا جايه اديكم الريفيو بعد ما جربت كل حاجه للامانه، واقول لكم قعد معايا قد ايه وعمل ايه مع الاكل والشرب، ولما بيجي يروح كمان بيروح بشكل عامل ازاي. بصوا انا عايزاكم بس تلاحظوا هو بيجري على ايديا ازاي. بصوا الالوان. بقول لكم فرحت جدا بيهم، وفرحت جدا اكتر بسعرهم بصراحه. بصوا بقى، بصوا ركزوا معايا. بصوا شويه نكمل سواتشاتنا عشان هما 12 درجه. بصوا الدرجه دي تجنن تجنن. الدرجات اللي انا اشتغلت عليهم طول الفتره اللي فاتوا كانوا الاربع درجات دول، الالوان اللي هي النود والالوان الهافان، الالوان اللي انا بحبها بتبقى جميله قوي في الكونتور بتاع الشفايف. الدرجه دي بصوا الدرجات. بصوا يا بنات الدرجات. تعالي كده اوريكي ازاي بحطهم تحديد، وازاي كمان بحطهم روج على الشفايف. عايزه اقول لكم للامانه انا كنت طالباه كليب لاينر او تحديد، بس بعد ما حطيته وانا بحطه كده قلت اما اجربه كروج. كان اول مره اجربه فيها، كان عندي عروسه وجربته ونسيته خالص. بعد ما العروسه مشت وخلاص انا كنت فيصت، فببص في المرايه لقيته لسه موجود. فرحت جدا، اعتمدته بقى من هنا ان هو يبقى ليب لاينر وكمان يبقى الروج بتاعي كده. الدرجه اللي احنا مستعملينها مثلا كليب لاينر بس. تعالي بقى اوريكي كروج بيكون عامل ازاي. بس هقول لك مميزات وهقول لك عيوب. بصراحه عيوب ان هو بتحطي شويه، مش زي صبع الروج بتمشي بيه كده بيحط معاكي، لا هو انت بتقدري تملي شفايفك حته حته بالشكل ده. زيه زي كل الارواج الخشب اللي موجوده في السوق، حتى الارواج بتاعت اماندا بنعمل بيها كده. اهو ده بالظبط اللي عطاهوني اول ما استخدمته، وبقيت بص لنفسي كده في المرايه وقلت ان احنا اتضحك علينا ياما قوي، وليه ان انا ما استغلهوش كروج وكتحديد، وخصوصا ان هو ثبت معايا جدا. هقول لك ثبت معايا قد ايه وقعد معايا قد ايه، بس لما اوريكي شويه من الدرجات بتاعته واحاول اشوف لك ليه ارقام. يعني انا حاسه ان لو لقيت لك ليه ارقام الموضوع هيبقى معانا اسهل. نبص مع بعض كده على الدرجه اللي احنا جربناها. للامانه مش عارفه درجات، يعني انا عماله ادور في القلم مش عارفه درجات خالص. كلهم مكتوب عليهم نو 1، يعني كلهم حاساهم ان هم رقم واحد. اول مره اتلخبط معاكم في موضوع الدرجات، بس حقيقي ده انا مش عارفه اطلع درجاته خالص. كل ما الاقي رقم مكتوب ابص على بقيه الاقلام الاقي نفس الرقم مكتوب، حرفيا مش عارفه له درجات. تعالوا كده اوريكم اول درجه استعملتها منه. ده سعره 20 جنيه. بصي
تعالي كده اوريكي بيتمسح ازاي واجرب لكم درجه بعديها. معاكي وقت محترم جدا، يعني لو انت مثلا هتقضي يومك او هتقضي خروجتك هيقضي معاكي الخروجه عادي. طب في حين ان انت كلتي او شربتي او كلتي حاجه فيها زيوت او شربتي حاجه سخنه، بيروح ازاي يا نهى؟ بيروح من على الشفايف مره واحده؟ لا، بيروح بشكل حلو جدا، بتحسي ان هو لونه بيخف بس ما بيروحش تماما. خصوصا ان انا قعدت بيه حوالي 7 ساعات، وبعد ال7 ساعات كان سايب الهنت ده. شكله حلو جدا، حسيت ان انا حاطه حاجه لطيفه او حاطه تنت تحتيه او حاطه حاجه شكلها حلو. بصي ده شكله بعد ما مسحته من على الشفايف. بصي الشفايف تحسي ان هي مورده، محطوط فيها تنت، شكلها حلو قوي. اجرب معاكم الدرجه دي اللي انا جربتها برضو. بصوا بتجري ازاي. شكلها وانا محدده بيها الشفايف، بس الدرجه الحمراء من اقوى الدرجات اللي عندك. حتى لو مش هتستعمليها كروج، لو هتحطي روج احمر لازم يكون عندك البلاينر احمر عشان يظبط معاكي شكل الشفايف. الاحمر فيه حرفيا درجه الاحمر فيه عالميه. دي درجه اللون الاحمر، واللون الاحمر ده انا حطيته وقعدت بيه برده وقت طويل جدا، من الحاجات اللي انا جربتها للامانه. بصوا هوريكم كده، هتحسوا ان انا واكلاه وبرياه وكل حاجه، لان انا حرفيا قعدت بيه، ما خرجتش بيه بس قعدت بيه في البيت وقعدت بيه وقت طويل جدا. ومش يروح مره واحده او ما بيبتديش يفرول او مش بيبتدي يقشر، لا على سعره اللي هو اصلا يعتبر ما فيش سعر، حلو جدا. دي الدرجه الحمراء. تعالوا كده نمسح ونجرب درجه بعدين. نجرب مع بعض درجه من درجاتي المفضله جدا، اللي هي الدرجات اللي انا قلت لكم عليها اللي انا بحبها قوي. هتلاقوا في منها كتير بس باختلاف درجه واتنين عن بعض، يعني مش كلهم نفس اللون، لا في درجه افتح في درجه اغمق. تعالوا كده نجرب مع بعض الدرجه دي. لما اقول لكم دي درجتي المفضله وحبوها زي ما انا بحبها تبقوا تصدقوني. الدرجه دي مفيش حرفيا حاجه ما بتليقش عليها. انتوا محتارين قوي ومش عارفين درجه القلم معايا ايه، او انا مش عارفه اقول لكم درجه القلم اللي معايا ايه. الدرجه دي اللي هي هافون شويه. بصوا الدرجه عامله ازاي. الدرجه خطيره، بتليق معاكي على اي لبس، بتليق معاكي على اي لون بشره، بتليق معاكي لو حاطه ميك اب او مش حاطه ميك اب. الدرجه دي تحفه. كمان اعلى من ثبات الليبستيك العادي، مش الخشب اللي هو بيتفتح ده ثباته اعلى منه. تعالوا دلوقتي نجرب مع بعض الدرجه اللي على موفيدي شويه، دي انا ما جربتهاش. بصوا يا جماعه القلم بيجري ازاي، يعني انا لو ما استعملتوش كروج هستعمله اكيد كالبلاينر. بصوا صباح الفل، صباح الالوان الجميله. انا اعرف ناس ما بتحبش درجه في حياتها قد الدرجه اللي انا حطاها دي، يعني تقول صباح الخير وتحطها، مساء الخير وتحطها. اعرف بنات صحابي ما بيحبوش في حياتهم قد الدرجه دي. بعده انتوا متخيلين انا بعمل في شفايفي ايه عشان خاطركم؟ حاسين بيا، حسوا بيا. بصوا بقى لما بيتمسح، شايفين اللون الهند اللي بيتساب على الشفايف ده بقى؟ انا بحبه قوي. يعني انا مش بزعل لما الروج بيتمسح، بس انا بزعل لما الروج بيتمسح مني بطريقه بايخه، لان في ارواج بتتمسح بفروله، وفي ارواج بتتمسح الروج كله من جوه ويسيب لي الشفايف متحدده بس كده من بره. ده انا ما بحبش الشكل ده اطلاقا، وما بحبش كمان الروج اللي يبتدي يفرول على شفايفي. وانا بعمل كده احس ان في حاجات مفروله كده تحت شفايفي، دي انا مش بحبها برضو. بحب الروج لما يتمسح ابن ناس، خليك ابن ناس لغايه اخر وقت. لما تيجي اتمسح اوكي، مش همسك فيك، بس خلي شفايفي شكلها حلو رجاء يعني. كده نجرب مع بعض درجه من الالوان الخفيفه اللي هي الدرجه دي. بصوا الدرجه دي اصلا خفيفه. تعالوا كده نجربها ونشوفها على الشفايف لونها عامل ازاي. بصوا الدرجه دي تعتبر من اهدى الدرجات اللي موجوده في الباكت اللي معايا، الدرجه اللي هي هاديه يعني. بصوا هي عامله ازاي. تيجي كده نجرب نحط عليه مثلا ليب جلوس، نشوف شكله هيكون عامل ازاي، او هيتحول ازاي، او هيسيح ولا لا، لان انا مجربتش التجربه دي معاكم. وكمان كنت جايبه ليب جلوس من عند سو ستور ما جربتوش معاكم، اللي هو الليب جلوس ده بتاع مايت سينما، ده كان سعره يا بنات 45 جنيه. انا مش عارفه ده ليب جلوس عادي ولا ليب جلوس بفيلر، مش عارفه. اللي جربه منكم عارف يكتب لي تحت في الكومنت، لان انا اول مره هجربه معاكم دلوقتي. مكتوب عليه مايت سينما مات فيلفت. مات ازاي؟ تعالوا كده
ان هو في ريحه شبه السبيرتو كده. لو ربنا وربنا انت مش ليب جلوس انت بتوجع، لا ده مش ليب جلوس، ده هيطلع فيلر يا بنات، ده مش هيطلع ليب جلوس، ده هيطلع فيلر. عشان انا حسيت خلاص بمجرد ما حطيته حسيت بشكشكه كده على الشفايف وتنميله كده حاصله في شفايفي دلوقتي. على ما اعتقد ده فيلر مش ليب جلوس، هو مكتوب عليه مايه سيرما مات فيلفت ومكتوب تحت هنا ليب جلوس، بس على ما اعتقد ان ده فيلر. ممكن يكون في حاجه مكتوبه تحت الستيكر بتاع سوستور بس انا مش عارفه. هو سعره 45 جنيه. هنشوف دلوقتي مع بعض هيعمل ايه، هينفخ الشفايف. بس انا حاسه بشكشكه، يعني ده استحاله يكون ليب جلوس او ان انت تحطي ليب جلوس كده لوحده، لان طول ما انا حطاه حاسه ان في شفايفي بتوجعني، شفايفي بتشكشك كده. حاجه ملناش دعوه هو فيلر ولا ليب جلوس. لما جيت احط عليه ليب جلوس اتحط معايا عادي، ما اتحركش، ما راحش اتحط في حته وحته، لا هو متوزع وناعم جدا على الشفايف. وفي نفس الوقت كمان تقدري تحطي عليه ليب جلوس زي ما انت عايزه. بصوا الدرجه، وربنا انا طالبه البتاع ده على اساس ان هو ليب جلوس، بس طلع نفس الفيلر بتاعهم ده. يعني انا عندي الفيلر بتاعهم ده مش بستعمله لنفس السبب بتاع الشكشكه دي، بس دلوقتي الشكشكه هدت بصراحه. يعني هو في الاول كده اول ما حطيته حسيت بشكشكه وتنميل في شفايفي وبعد كده هدت. ده كان فيلر من عندهم ومكتوب عليه ليب فيلر، وده اول فيلر تقريبا مايه سيرما طلعته وجبته وجربته معاكم. بس انا طالبه ده على اساس ان هو ليب جلوس ومكتوب عليه ليب جلوس، بس هو بيعمل نفس اللي الفيلر بيعمله بالظبط، بيديني نفس الشكشكه نفس كده. شوفوا بقى انتوا اللي شايفيني دلوقتي من ورا الكاميرا قولوا لي شفايفي اتنفخت ولا لا، او في حاجه في شفايفي ولا لا. والله احساس ان انا شفايفي متعوره واكله حاجه حاميه، هو ده الاحساس اللي حصل في شفايفي بالظبط. تعالوا كده احطه لوحده على الشفايف ونشوف الشفايف عامل ازاي. ريحته وحشه، ريحته كمان تنر قوي. طيب احب اقول لكم ان هو بينفخ الشفايف، بما اني شفايفي وانا حافظاها فهو بينفخ الشفايف. انتوا لو شايفين الجزء اللي فوق ده، يعني انا حاساه ان هو رجع لي شكل شفايفي الايام ما كنت عاملاها فيلر. بصوا لو خدتوا بالكم من هنا الخط او تحديد الشفايف دي ورمت شويه او طلعت لبره شويه. هو بينفخ الشفايف بس هو بيوجع شويه، بينفخ الشفايف بس بيديكي شكه كده شويه في شفايفك، بس للامانه مخلي شكل الشفايف حلو، مخلي كمان لون الشفايف حلو. تعالوا كده اجرب امسحه واشوف شكل الشفايف هيكون عامل ازاي. لكم لا يا بنات هو الامانه بيشك جامد، يعني بعد ما حتى شلته من على شفايفي انا حاسه بتنميله، حاسه بشكشكه جامده في الشفايف. حضناه هسيبه شويه على الشفايف واشوف الوجع ده او التنميله او الشكشكه دي هتروح امتى، وهبتدي اجرب معاكم قلم تاني لونه بينك وردي شويه من الاقلام بتاعه جولد الروز فوق بقى الفيلر اللي احنا عملناه ده. الروج اهو شكله على الشفايف حرفيا حلو جدا، وفي نفس الوقت خفيف ومش حاسه ان انا حاطه حاجه او حاطه طبقه او حاطه حاجه على شفايفي اصلا. عايزه اقول لكم حاجه كمان، بعد ما حطيت البتاع ده حسيته قالب كريمي شويه، انما لما كنت حاطاه على شفايفي دايركت كنت حاسه ان شفايفي مات اكتر. يعني انت لو بصيتي هتحسي ان الدرجه دي عن الدرجات الاولانيه فيها لمعه شويه. بصي كده. عايزه اقول لك حاجه كمان على الفيلر اللي انا جربته معاكم ده. الفيلر ده عايز عشان يشتغل معاكي تفضلي طول الوقت تحطيه، كل ما يروح تحطي تاني، لان هو بعد شويه الشفايف بترجع لحجمها الطبيعي وكمان لشكلها الطبيعي. فانت لو عايزه تجربيه او عايزه تستعمليه فانت تستحملي بقى الشكشكه اللي بتحصل بان انت طول الوقت تحطي كل شويه. يعني انا دلوقتي حاسه ان هو اتشال من على شفايفي وفي نفس الوقت شفايفي رجعت لشكلها الطبيعي. درجه كمان من الدرجات دي عاجبني قوي ان هو بيجري حرفيا على الشفايف، مش بيعلق ومش بيقطع، لا بصوا وانا بحطه كمان. ولو عايزاه يتحط معاكي اسرع ما تحسيش ان انت بتكحتي في شفايفك وانت بتحطيه، حطي مثلا مرطب او زبده كاكاو وسيبي شفايفك تترطب كويس جدا وبعدين شيليها وحطي. ده هيساعدك جدا ان هو يتوزع معاكي بسهوله، غير لما تكون شفايفك ناشفه خالص هتحسي ان انت بتكحتي او بتجرحي شفايفك. احنا مش عايزين كده، لا انت حطي مرطب او حطي اي حاجه على شفايفك وابتدي حطيها يتحط معاكي بمنتهى السهوله.
ايوه يا بنات، هي دي بالظبط درجاتي المفضله. بصوا الدرجه عامله ازاي، خطيره. بصوا بقى الدرجه دي في منها كام لون مش هجربهم معاكم بصراحه، لان هم يعتبروا الدرجه هي بس افتح واغمق وافتح سنه. قربت لكم كده هتحسوا الدرجات هي فرق ما بينهم ايه، درجه هنت صغير. هم على الشفايف بيبقوا قريبين لبعض قوي، بس واحده غامقه وواحده افتح شويه وواحده اغمق سنه، فيعتبروا الست درجات دول نفس الدرجه. لو بصيت حتى على السواتشات اللي على ايديا، ادي اول 4 درجات دول شبه بعض، في درجه تحت هنا شبههم، في درجه هنا قريبه منهم شويه. هي الدرجات المختلفه شويه الاحمر والبينك والفوشيا، والدرجه اللي هي دي. اما معظم الدرجات يعني انا تقريبا معايا السته دول قريبين جدا من بعض او شبه بعض. بصي كده كده ما عنديش استعداد ان انا امسح الدرجه دي، لان الدرجه دي عجباني جدا وهمشي بيها، ما عنديش فيها اي مشكله خالص. قلت لك الارواج بتاعت جولد الروز دي كلها تلاقيها موجوده في الجروب عن سو ستور، سعره 20 جنيه بس يا بنات. جولد الروز براند اوريجينال، ولا كوبي ولا هي صيني، براند معروفه جدا واسعارها حلوه جدا، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتها حلوه قوي. وكمان القلم مكتوب عليه ميد ان تركيا. اقول لكم كمان تقدري تستعمليه زي ما قلت لك ليبلاينر، وتقدري تحطيه روج زي ما احنا استعملناه. وبالنسبه ثباته الى حد ما حلو جدا. مش هقول لك بقى بيقعد معاكي بال 12 ساعه، لا ده ما بيحصلش، بس هو كفيل ان هو يكون موجود معاكي لغايه ما تنزلي مشوارك وترجعي. مشوارك قعد ساعه 2 3 4 5 هيصمد معاكي، بس ساعتها تحسي ان هو ابتدى يخف معاكي او يروح معاكي، بس هيخف ويروح معاكي بطريقه شيك. بقارنهم جدا بالارواج الخشب بتاعه اماندا، نفس الكواليتي نفس النعومه نفس شكلهم على الشفايف، طبعا مع فرق السعر الرهيب. دلوقتي الارواج بتاعه اماندا تقريبا وصلت 100 جنيه، وده زي ما قلت لكم من جولد الروز سعره 20 جنيه بس. وهسيب لكم اللينك اللي انا جايباه منه تحت في الديسكربشن بوكس كده. يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تدعميني باللايك والشير والسبسكرايب، وتسيبي لي كومنت حلو تحت شبه قلبك. واشوفك على خير فيديو جديد او ريفيو جديد ان شاء الله.